وندخل بقى على الترند الجديد ونقول إيه الجمال والطعامة دي، بجد يا جماعة الحلوى دي رهيبة، جمعت بين الكيك والبسكوت، خفيفة كده زي البسكوت ومقرمشة وفي نفس الوقت طرية وهشة زي الكيكة. بصوا الطبقات عاملة شبه طبقات الويفر كده، ليها طعم لذيذ جدًا، جدًا. يالّا بقى قبل ما نبدأ الفيديو اعملوا لايك وشير كتير للفيديو ده، ويالّا نبدأ ونقول بسم الله ونقول مقاديرنا. بسم الله. أول حاجة كده معايا كوباية إلا ربع من السكر وهاعملها في الخلاط، معايا بيضتين بدرجة حرارة المطبخ، ومعايا شوية من الفانيليا سايلة أو باودر، تمام كده. بعد كده هاضيف رشة من الملح، كوباية إلا ربع خليط بين السمنة والزيت، ينفع تبقى سمنة بس وينفع تبقى زيت بس، تمام كده، وينفع خليط زي ما أنا عملت. وهاضرب الكلام ده كله كويس جدًا، جدًا، وهانزل بيه بالشكل ده في بولة. المهم عندي إن السكر كله يدوب. هاضيف معلقة كبيرة من البيكنج باودر ومعلقتين كبار من النشا، وهاقلب الكلام ده كله مع بعضه بالشكل ده. بجد يا جماعة الحلوى دي طعمها حلو جدًا ولذيذة وتستاهل إن أنتم تجربوها بجد. معايا 3 كوبايات من الدقيق، ضِفت كوبايتين وزي ما إحنا ما اتعودنا مع بعض التالتة بنضيفها بالتدريج. هاقلِّب كويس جدًا، أنا عارفة إن هي كده، كده هتاخد ال3 كوبايات، بس لازم الكوباية التالتة ما ننزلش بيها على طول عشان مش عارفين الدقيق بيشرب سوايل قد إيه، تمام. هنقلِّب بالشكل ده، البسكوتات ما بتتعجنش يا دوب بنلمّها، والكوباية التالتة أهي نزلت بنُصّها وهانزل بالنُص التاني وهالِم العجينة بإيديّا. هالمّها مش هاعجنها ماشي، عشان نبقى متفقين، البسكوتات ما بتتعجنش خالص، يا دوب بنلمّها بأطراف صوابعنا كده. خلاص كده أنا خلّصت العجينة، هاقسمها لجزئين بالشكل ده، ده هاشيله على الجنب، ده الجزء السادة، والجزء ده هاعمله بالكاكاو، هاضيف معلقتين كبار من الكاكاو الخام بالشكل ده، وهاضيف عليهم معلقتين كبار من الزيت، تمام كده. أنا ضِفت الزيت ليه؟ عشان العجينة ما تبقاش ناشفة معايا، الكاكاو زيه زي الدقيق وهيخلّي العجينة ناشفة. تمام، فأنا هادخّلهم في بعض دلوقتي وهالمّهم بإيديّا وهاورّيكم شكل العجينة، ده شكل العجينة زي ما أنتم شايفين برضه طريّة زي العجينة السادة بالضبط. جِبت ورقة زبدة أو كيس من التلاجة، اللي هي أكياس التلاجة، هتفتحيها وهتشتغلي عليها بنفس الطريقة، تمام. هابتدي أفرد بالشكل ده بالنشابة، السمك بتاعه يكون رفيّع لإن إحنا لسه هنطبّقه، هي أهم حاجة بس في الحلوى دي التكنيك بتاعها. تمام، خلّصت بالشكل ده، هاشيلها على جنب وطبعًا ضبّطتها وسويتها، ونفس الطريقة في العجينة اللي هي بالشوكولاتة، برضه هافردها بالشكل ده زي ما أنتم شايفين على ورقة الزبدة وهاسويها. طَب أنا سويتها إزاي؟ سويتها بالمقطع، جبت المقطع بالشكل ده أو سكينة أو مسطرة، وابدئي سويها كده وساوي الأطراف، وبرضه افردي كمّلي فرد لحد ما إيه، تحسّي إن الاتنين على نفس المقاس كده بالضبط. خلاص خلّصتها بالشكل ده، هاشيلها على جنب وأجيب السادة وابتدي بقى إيه، أحُط الشوكولاتة على السادة، ورقة الزبدة بُصّوا هتسهِّل معايا الموضوع خالص. ضبّطت بقى الحتت اللي ما كانش عليها وضبّطتها بالشكل ده زي ما أنتم شايفين، وهابتدي أقسمها نُصّين كده بورقة الزبدة شايفين، وبرضه أدّيها تبطيطة كده وأروح قاسماها تاني. هي دي بقى اللي بتعمل لي الطبقات والرقات اللي أنتم شُفتوها، هابتدي أفردها بإيديّا شوية كده، وبعد كده هاجيب النشّابة وأفردها. افردي بقى يمين وشمال بالشكل ده، إحنا لسه هنطبّقها تاني، تمام. هافردها كده وأضبّطها أهو بُصّوا باجيب المقطع واحاول أضبّط الشكل بتاعها عشان يبقى إيه، مربّع متساوي أو مستطيل متساوي على حسب يعني، وأروح قاسماها تاني. هاخد بقى العجينة بالطول عشان أعرف أفردها، هاعدلها قدّام إيديّا وأحط عليها بقى ورقة الزبدة وأفردها بقى كويس جدًا بالشكل ده زي ما أنتم شايفين. هي سهلة على فكرة ما خدتش معايا وقت خالص. بُصّوا هاروح تانياها بقى كده وأكمّل برضه إيه، إن أنا أضبّطها وبعد كده أفردها عشان دي هتكون آخر تانية كده وأبقى ضبّطتها وفردتها كويس جدًا.
أعدلها بقى يمين وشمال كده لحد ما أضبّطها وأفردها فردة كويسة، ده شكلها زي ما أنتم شايفين. بدأت جِبت صينية وشِلتها بورقة الزبدة بكل سهولة بالشكل ده، وحطيتها على الصينية وهادخّلها الفرن على درجة حرارة 180 في الرف الوسطاني، تخرج معايا بالشكل ده. وهي دافية ما باستناهاش تبرد خالص عشان ما تتكسّرش منِّك، يعني يا دوب سيبيها بس 5 دقايق بس. عقبال ما كنت سيّحت الشوكولاتة، نزلت بالشوكولاتة بالشكل ده، سيّحتها على حمّام مائي وحطيت لها معلقة واحدة من الزيت، وبدأت بقى إيه، أسيّح كمان شوكولاتة خام بيضا، وبدأت أعمل بيها خطوط بالشكل ده عشان أعمل لها بس شكل من فوق، وأجيب خِلّة وأبتدي بقى خطوط رايح جاي كده عشان تدّيني الشكل الحلو اللي أنتم شايفينه ده. سهلة خالص بالتزيين ده بتاعِك، ممكن تحطّي شوكولاتة بيضا وما تحطّيش شوكولاتة غامقة، ممكن تحطّي شوكولاتة غامقة بس مش شرط تحطّي شوكولاتة بيضا من فوق، براحتك خالص. ونبدأ بقى إيه، نقطّعها بالطريقة اللي تعجبنا. أنا حبّيت إن أنا أقطّعها صوابع كده، حابة تقطّعيها مربعات قطّعيها، بس كل مرّة بنمسح المنديل عشان الشوكولاتة لسه ما نشفتش، لازم نمسح السكينة بمنديل كده عشان ما تبهدلش القطع التانية. تمام. وبعد كده هاقطّعها بقى صوابع بالطول بالشكل ده واسيبها بقى تنشف خالص، خالص، وبعد كده نقدّمها مع بعض. بُصّوا بقى ده شكلها، بجد شكلها أكتر من رائع، ما حدش هيصدّق أبدًا إن أنتِ عاملاها في البيت، طعمها حلو أوي. طبعًا محتاجة بقى كوباية شاي بلبن حلوة كده، زي ما أنتم شايفين شكلها بيتكلم عن نفسه. بُصّوا طبقات كأنها wafer، وهي على فكرة فيها سِنّة قرمشة من فوق ومن تحت ومن النُص كده طرية. لو عجبكم الفيديو بقى اعملوا لي لايك وشير وبس كده.